السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صوما مقبولا وإفطارا شهيا. كيف ما تعرفوا معناها الحادثة اللي صارت فيما يخص اللاعب نزار العيساوي، إن شاء الله ربي يشفيه، نتمنى له الشفاء العاجل. الواقعة صارت على معناها حكاية تافهة ما تتطلبش انه معناها يوصل يحرق روحه. تخيلوا معناها من اجل كيلو موز. يعني اليوم وصلنا معناها غلاء المعيشة والاسعار اللي شاعلة فيها النار تؤدي معناها الحصول كارثة. وعلى حسب معناها اقوال خوه في موزايك معناها موزايك فيم قال اللي هو معناها وقع في خلاف مع البائع، مع بائع متجول معناها يبيع في الموز حسب أقوالهم، اللي معناها الطريقة اللي يبيع فيها طريقة غير قانونية، معناها لزته باش يتعارك هو وياه وباش معناها يأكد عليه اللي تسعيرة، معناها فما تسعيرة في الموز. كل هذا معناها نتج على معناها عركة كبيرة وشعلت فيها النار معناها كارثة بأتم معنى الكلمة. والمشكل موقفش حد الموز، حد البنان. المشكل وانه كي مشى يشكي للامن للشرطة في باله معناها باش يحميوه، جاو ضده حسب أقواله واتهموه بالإرهاب. وهذه غلطة كبيرة بالنسبة للأمن، لأنه الأمن مفروض معناها يحمي البلاد ويحمي العباد، مش من حقه معناها باش يتهم شخص بالإرهاب ما عنده عليه حتى دليل. معناها لين وصل الراجل معناها شعل معناها حرق روحه وشعل روحه ما نعرفش بالغاز بالليسانس الله أعلم، معناها حرق روحه وعنده معناها جروح معناتها بالغة في المستشفى. إن شاء الله ربي يشفيه معناها، وربي إن شاء الله يرجع معناها لصغيراته. نصيحتي معناها لأي معناها شخص، الدنيا ما تستاهلش معناها باش توصل معناها تضر روحك، خاطر اول حاجه معناها انت باش تضر روحك مش باش تضر غيرك معناها باش وحتى حد ما ينفعك. ولهذا معناها الله غالب معناها نقبلوها الدنيا كيف ما هي، معناها كيف ما يقول المثل حلو ومر حتى يتعدى العمر. وان شاء الله ربي يشفيه وربي لا يوريكم مكروه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. يا ناس يا عبيد يا عبيد يا ناس هذوما يظلموني، هذوما يتعداوا عليا. يا ناس يا عبيد كيفاش على البنان مع واحد يبيع في البنان في المنطقة لهنا ويدوروني ويبعثوني إرهاب.